بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. حلقتنا النهاردة خاصة بالبرنامج الجديد بتاع الدكتور علاء صادق، برنامج سياسة في القرى اللي بيقدمه على قناة الجزيرة مباشر مصر. تجربة جديدة بالنسبة للدكتور علاء صادق. ليا بعض التعليقات على التجربة عموما وعلى بعض الكلام اللي هو قاله، وهندردش مع بعض خلال الحلقة دي. بداية كده، دي تجربة جديدة بالنسبة للدكتور علاء صادق. أظن إن هي مختلفة تماما عن أي تجربة تانية سابقة. بمعنى الدكتور علاء صادق لما كان بيجي على التلفزيون المصري، وخصوصا في نشرة 9 في الثمانينات والتسعينيات بالذات، كان هو يكاد يكون هو الأبرز والأهم في المعلقين الرياضيين، وكان ليه شعبية كبيرة طبعا وما زالت الشعبية دي. أضف إلى ذلك إن هو يكاد يكون من النادرين جدا من الزملكاوية اللي ما بيحسسش الناس هو انتمائه إيه. يعني الأهلاوية يقولوا عليه أهلاوي والزملكاوية يقولوا عليه زملكاوي، ودي ميزة هو يعني بيمتاز بيها عن واحد مثلا زي الأستاذ محمود معروف، أو عن الكابتن خالد الغندور، أو عن أي حد تاني من منظومة الإعلام الزملكاوي. لا، الدكتور علاء صادق ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان هو زملكاوي، ودي تحسب ليه، لان هو بيحسس الناس كلها ان هو تبعهم، لا هو متحيز لده ولا متحيز لده. ودي من ضمن عوامل نجاحه كمعلق رياضي. وجوده في الجزيرة يختلف تماما، لان الجزيرة معروف ان هي غير اي حاجة تانية. يعني بالرغم ان هو من مؤسسي ال ART معروف طبعا، كل الناس فاكراها على اساس ان هي اللي منعتنا ان احنا نشوف ماتشات كاس العالم 2006. ال ART دي هو من مؤسسيها الدكتور علاء صادق. ولكن وجوده في الجزيرة بالذات يختلف تماما، لان معروف الجزيرة دي هي ايه. الجزيرة هي الاكثر انتشارا والاكثر قوة اعلاميا في الفضاء العربي، ومن اكثر الفضائيات في العالم قوة وانتشارا. فوجوده في الجزيرة اظن ان دي نقلة جديدة جدا جدا بالنسبة له. اتمنى ان هو يحافظ عليها من ان هو يفضل مهتم بالتجربة اللي هو فيها. يعني ما يعتبرش نفسه مثلا ان هو مجرد ضيف على قطر وبيقضي ايام وكلام من ده. لا، هو دلوقتي في تجربة جديدة، هو مطالب بان هو اول واحد ينجحها من خلال شغله ومن خلال طريقته المتميزة طبعا عن غيره. واتمنى ان هو ما يعملش مشاكل. بمعنى هو كان ليه تجربه في قناه مودرن قبل كده، وطبعا قناه مودرن صارعت بالتعاقد معاه على اساس ان هو من الاكثر شعبيه بين المعلقين الرياضيين والكل بيحب يشوفه. لكن حصل مشاكل معينه. المشاكل دي كان بعضها بسبب ان في بعض كادري تأمر عليه، يعني وان البعض التاني او ان هو نفسه كان ردود افعاله ما كانتش موفقه، من ضمنها طبعا الفاظ زي الصراصير وكلام من ده. لا، الوضع في الجزيره يختلف. في الجزيره اللي بيوصل للجزيره ان هو يعمل برنامج، اكيد طبعا هيكون دي مقدمه لحاجات تانية بعدين. وهو نفسه قال ان البرنامج بتاعه ده باكوره البرامج الرياضيه في الجزيره مباشر مصر. اذا يعني مزمع ان يكون في برامج تانية، ومزمع كمان ان الدكتور علاء صادق ممكن يستفاد بيه ويتاح ليه ان هو يظهر على الجزيرة الرياضية او على الجزيرة نيوز. فدي نقلة كبيرة جدا جدا للدكتور علاء صادق، ربنا يوفقه فيها، واتمنى ان هو يحافظ على النقلة دي. ده بالنسبة للبرنامج عموما. في الحلقة الاولى خالص، وهي دي محور كلامنا، يعني كلامنا كله المفروض ان هو يكون على الحلقة الاولى، لولا ان الحلقة اللي بعدها هو اتكلم فيها عن النادي الاهلي، فهنخلي فيه كام دقيقة كده في الاخر عن النادي الاهلي. الدكتور علاء اتكلم عن تهديد الاتحاد الدولي بتجميد نشاط الكرة في مصر. انا اتكلمت في الموضوع ده، تمام. اتكلمت في نقطة زي كده من كام شهر فاتوا، وحذرت من ان النشاط الرياضي في مصر هيتجمد، لكن للأسف ما حدش خد باله. لو حد يفتكر من الناس المتابعين، في الحلقة
بتاعه شارك برايك، البي بي سي كان خصصتها للحديث عن الموضوع بتاع محمد يوسف بطل العالم في الكونغ فو. انا ساعتها قلت ان الاتحاد الدولي لو شم ريحه ان الميداليه بتاعت محمد يوسف اتسحبت هيجمد النشاط بتاع الكونغ فو في مصر، لان مفيش حاجه في الدنيا كلها اسمها اتحاد دولي يدي بطوله ويدي لقب ويجي اتحاد محلي يسحب البطوله ويسحب اللقب. اللي بيعمل كده اكيد بيهرج يعني. فساعتها قلت ان الاتحاد الدولي بتاع الكونغ فو لو سمع بالموضوع ده ممكن يجمد النشاط بتاع الكونغ فو في مصر، وممكن يعمل حاجات تانية اكتر من كده كمان. وساعتها في نفس الحلقه قلت ان الفيفا لو شمت ريحه ان الكابتن طاهر ابو زيد اقال مجلس الاداره بتاع الزمالك ممكن يجمد النشاط بتاع الكوره في مصر، وحذرت من ان حاجه زي كده تحصل مع المجلس بتاع الاهلي. الكلام ده من كام شهر فاتوا. اللي انا قلت عليه حصل. الفيفا هدد بتجميد نشاط الكوره بسبب اقاله المجلس بتاع الزمالك لانه مجلس منتخب، وبسبب اقاله المجلس بتاع الاهلي. طبعا ده ما تمش، لكن مجرد بس الاقدام على حاجه زي كده. ومش كده وبس، ده الظاهر ان حاجه يعني زي قطعه دومينو، لما تحط كام قطعه جنب بعض وتوقع حته كل الحتت بتجيب بعضها. لان كام اتحادات كتير، ودي ما قالش عليها الدكتور علاء، اتحادات كتيره جدا من الاتحادات الدوليه هددت هي كمان بتجديد النشاط بتاع مصر. اتحاد الجمباز، واظن اتحاد اليد، اتحادات كتيره هددت بكده. ومعاهم كمان اللجنه الاولمبيه الدوليه. يعني مجرد ان اللجنه الاولمبيه الدوليه هي تجمد خلاص يبقى كأن كل الاتحادات فعلا جمدت هي كمان. وده بسبب القرارات الخاطئه. وللاسف القائمين على اتخاذ القرارات دي هم مدركين هم بيعملوا ايه. هم عارفين كويس ان تدخل الجهه السياسيه او الجهه الاداريه في النشاط الرياضي بشكل يتعارض مع الكيانات المنتخبه من اتحادات او من مجالس ادارات انديه، ده على طول بيتبعه تجميد النشاط. فانا اتكلمت على حاجه زي كده، الله اعلم المساله هتوصل لايه، بس اللي انا شايفه حل حاجه زي كده اولا التضحيه بالكابتن طاهر ابو زيد. بمعنى ايه؟ الكابتن طاهر طبعا قيمه كبيره جدا جدا بالنسبه لعشاق النادي الاهلي، تمام؟ وبالنسبه لمحبي الكوره عموما طاهر ابو زيد هو طاهر ابو زيد مفيش كلام. ولكن معلش يعني لما يجي واحد يهدد ان السفينه كلها تغرق بسببه، لا ممكن نضحي بيه على اساس ان السفينه ما تغرقش. الكابتن طاهر كان كلاعب كان راجل مفيش كلام طبعا، لكن كوزير رياضه لا هو كده هيسبب مشاكل كتيره جدا جدا للرياضه في مصر، لان هو مش مدرك للمشاكل اللي هو بيسببها للرياضه في مصر. وكل اللي هو حاطه في دماغه المشاكل القديمه اللي بينه وبين كابتن خطيب وبينه وبين كابتن صالح سليم اللي خلفته دلوقتي في الاداره الكابتن حسن حمدي. طب معلش يعني الرياضه المصريه ما لهاش دعوه، والاهلاويه برضه ما لهمش دعوه. فاللي انا شايفه الصح التضحيه بالكابتن طاهر ابو زيد، تمام كده، والتراجع عن كل القرارات دي وتعديل المواقف بقى بحيث ان احنا ما نحطش نفسنا في المشكله دي مع الاتحادات الدوليه، لان احنا يعني جزء من المنظومه الدوليه في الكلام ده. ما ينفعش احنا نقول احنا لوحدنا او ان الاتحاد الدولي كلامه ده غير ملزم او كلام من ده. لو مش ملزم مش هيبعت لك جواب يهزر معاك بيه، لا هو ما دام هدد اذا المساله مساله وقت، يا اما تعدل من موقفك يا اما هيجمد النشاط، ودي هتكون مشكله كبيره جدا جدا بالنسبه لنا هنا في مصر. وتهديد الاتحاد الدولي الكره بالذات بتجميد نشاط اي بلد بيكون علامه على ان البلد دي رخصت في الميزان الدولي عند الاتحاد الدولي. في ناس مش واخده بالها من كده. بمعنى ايه؟ مصر لو كانت هي حامل اللقب في بطوله افريقيا عمر الاتحاد الدولي ما كان هيجمد النشاط، مستحيل. ليه؟ لان انت حامل اللقب، فصعبه، تمام؟ لكن حته ان انت بقى تصنيفك بقى تصنيف تاني افريقيا
وما فزتش بقالك بطولتين وما بتتاهلش كمان بقالك بطولتين، فخلاص هيعمل معاك اكتر من كده. فيا ريت كمان نبدا نشوف وضعنا، يعني احنا كرويا يا ريت نبص شويه للمنتخب، لان الحاله دي كده ما تنفعش. يعني الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها فاز ببطوله افريقيا مرتين وهو ما بيلعبش دوري. فيا ريت المنتخب هو كمان القائمين عليه ينظروا بنظره اكثر اهتماما للمنتخب، لان تهديد الاتحاد الدولي بتجميد الكره في اي بلد هي علامه على ان البلد دي يعني سقطت من نظر الاتحاد. في الحلقه دي الدكتور علاء صادق، النقطه اللي بعدها يعني، الدكتور علاء صادق استضاف واحد صحفي قطري، هو الاستاذ مجدي الخليفي. الاستاذ مجدي الخليفي ما استضافوش على اساس ان هو قطري او على اساس ان هو صحفي قطر، على اساس ان الجزيره دي بتاعت قطر، لا، ده على اساس ان هو متابع جيد للكره المصريه. ويا ريت نحط تحت دي كام خط، يعني على اساس ان الناس اللي هم مغيبين بصراحه ومش واخدين بالهم من حاجات كتير ياخدوا بالهم بقى. ليه الناس بتحب قناه الجزيره؟ تمام، مش يعني مش دي ظاهره المفروض ان الناس كده تسلط عليها الميكروسكوب وتشوف في ايه. ليه الناس بتحب قناه الجزيره؟ ليه الجزيره هي رقم واحد في نسب المشاهده هنا في مصر، برغم ان الجزيره في قطر مش في مصر؟ ليه؟ ما هو قدامنا اهو. من ضمن الاسباب، من ضمن اهم الاسباب، احساس المصريين ان الجزيره دي بتاعتهم مش بتاعت قطر. يعني البرنامج، تمام، لما حبوا يعملوا برنامج على جزيره مباشره مصر، تمام، ما جابوش واحد قطري، لا، جابوا واحد مصري. دي اول نقطه. المصري ده لما بيحب يستضيف، تمام كده، بيستضيف لوحده، يعني بيستضيف براحته، ما بيتفرضش عليه حد. ولما استضاف، تمام كده، استضاف بناء على ان الضيف ده متابع جيد للكره المصريه، تمام كده. ولو كان لقى حد مصري كان استضافه، بس ما لقاش، فاستضاف واحد متابع للكره المصريه. فيا ريت الناس تدرك كده ان حب الناس لقناه الجزيره من اهم اسبابه احساس الناس عموما، احساس المصريين عموما ان الجزيره دي بتاعتهم هم. اكتر اللي بيظهروا عليها مصريين، اهم ناس فيها هم مصريين، فالجزيره بتاعتنا احنا. فيا ريت الناس تفهم كده. وده يتبعه كمان ليه الناس بتحب قطر نفسها. يعني في حب جارف لقطر بين المصريين عموما. مش هقول طبعا كل المصريين، في فئه ما بتحبش قطر براحتهم، لكن ليه في ناس كتيره جدا جدا بتحب قطر اللي هي بلد الجزيره؟ يعني هم شايفين ان الجزيره اللي هي من قطر دي قد ايه بتحترم المصريين وبتحترم الشعب المصري. وشايفين كمان ان قطر تكاد تكون من اكتر الدول العربيه، ان لم تكن هي فعلا اكتر الدول العربيه اللي علاقاتها مع مصر ثابته، مش مرتبطه بقى بموقف او موقفين او كلمه اتقالت او كلمتين، او مرتبطه بمصالح معينه. زي مثلا ما الاردن من حوالي سنه تقريبا هددت بان هي ممكن تعمل مشاكل للعماله المصريه هناك لو مصر فكرت ان هي تعدل اسعار الغاز اللي احنا بنصدره. لا، قطر غير كده. قطر ما حصلش منها ان هي مثلا حاولت تلوي دراع مصر من خلال العماله المصريه اللي هناك زي ما دول خليجيه تانية عملت. قطر مثلا ما حصلش مشاكل كتيره بيننا وبينهم بسبب الكوره زي ما بيحصل مع المغرب ومع الجزائر ومع تونس واحيانا مع ليبيا. فقطر بالذات ليها وضع خاص بالنسبه لمصر، لان فعلا العلاقه قويه جدا جدا وحميميه جدا ما بين مصر وقطر. فكون ان فيه ناس يقعدوا يحاولوا ان هم يطنطنوا على دماغ الشعب المصري بان الجزيره دي صفاتها ونعتها، او ان قطر دي صفاتها ونعتها، الناس مش مقتنعه بكده ومش هيقتنعوا بكده. وده كمان اللي بيهز مصداقيه الناس اللي بيقولوا كده من اعلاميين او مثقفين او نخبه او كلام من ده. فيا ريت هم يراجعوا موقفهم. وزي ما قلت البرنامج بتاع الدكتور علاء صادق اهو علامه من ضمن العلامات. لما حبوا يعملوا برنامج جابوا واحد مصري، مع ان عندهم القطريين كتير وخصوصا في الجزيره الرياضيه، كان ممكن يجيبوا واحد منهم يعني يعمل برنامج، لكن جابوا المصري وادوا له كل الصلاحيات وسابوه يعمل اللي هو عاوزه. وتقريبا كالعاده، يعني كعاده الجزيره ان هي بتهتم بالشان المصري، اغلب اللي بيجي في البرنامج ده برضه خاص بالكره المصريه. لان يعني مش عارف اقولها ازاي، ده اللي انا كنت قلته على البي بي سي نفسها كمان.
البي بي سي والجزيره بيخصصوا جزء كبير من الميديا بتاعتهم او الفعاليات الاعلاميه بتاعتهم للشأن المصري، لان هم مستشعرين بقيمه مصر. بس مش مساله ان هم حاطين مصر في دماغهم، لا، هم مستشعرين قيمه مصر في المحيط بتاعها، وعشان كده بيخصصوا لها جزء كبير من الوقت بتاعهم ومن النشاط بتاعهم. الدكتور علاء اتكلم في الحلقه الاولى برضه عن ان الاهلي دوله داخل الدوله. هو النقط اللي باقيه كلها خاصه بالاهلي على فكره، بس طبعا في منهم نقطتين اتقالوا في الحلقه الاولانيه، وفي نقطتين اتقالوا في الحلقه اللي بعدها. اول نقطه بيقول ان الاهلي دوله داخل الدوله. مش بالظبط كده، يعني حته ان الاهلي دوله داخل الدوله ما ينفعش يتقال كده. هو يتقال ان الاهلي مؤسسه قويه، مفيش كلام، ويتقال ان الاهلي يعني من المؤسسات اللي هي ذائعه الصيت او ذائعه الانتشار. معروف ان جماهير النادي الاهلي كتيره جدا 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 جدا. فيه ناس بتقول ان الاهلي اساسا من اكثر الفرق عالميا من حيث الجماهير بتاعتها، وفي ناس بتقول ان هو الثاني من بعد مانشستر يونايتد. يعني في ناس بتقول كده. فالاهلي مش دوله داخل الدوله، لكنه حاله فريده من نوعها. لازم الناس تفهم كده انه حاله فريده، ان مؤسسه من المؤسسات استطاعت عبر عقود من الزمن او عبر قرن من الزمن ان هي تبني جماهيريه الواسعه جدا جدا دي. فهو ده وضع الاهلي، ان هو مؤسسه كبيره جدا جدا ليها جماهير كتيره جدا، لكن مش دوله داخل الدوله. بالعكس، معروف ان الاهلي هو الاكثر احتراما لقوانين ولوائح. الاهلي يكاد يكون هو الاقل او هو يعني المنعدم من حيث لجوءه للفيفا ضد الاتحادات المصريه. ده الانديه الثانيه هي اللي بتعمل كده، لا، الاهلي ما بيعملش كده. الاهلي ما بيتحداش اي قانون، بالعكس. ده يعني كنا بنشهد كمان ان ممكن اي يعني نادي بينافس على الدوري، كان بتحصل احيانا مع الاسماعيلي او مع الزمالك، لو خسر ماتش واحد بسبب قرار خاطئ الحكم، ممكن بسبب الماتش ده يلجأ للفيفا ويعمل مشكله. لا، الاهلي عادي ممكن يخسر ماتش، ممكن يخسر 2، مفيش مشكله، لكن ما يلجأش للفيفا. وده معروف من ضمن الاخلاقيات الراسخه بتاعه الاهلي. فالاهلي غير الانديه الثانيه في النقطه دي، وهو مش دوله داخل الدوله، لكنه مؤسسه كبيره بالجماهير بتاعته وبالوضع بتاعه في قلوب الشعب المصري. هو بيقول ان كابتن حسن حمدي مسنود. في فرق ما بين مسنود وما بين شخصيه قويه. يعني كابتن حسن حمدي مش مسنود، بالعكس، هو زيه زي اي حد تاني. ممكن الجمعيه العموميه للنادي تسقطه، مفيش مشكله لو هم لقوا ان هو مش ناجح. ممكن ان هو لو في القضايا اللي هي مرفوعه ضده او اللي تم تحريكها ضده، الله اعلم، ممكن يدان، مفيش مشكله، عادي، تمام. فحته ان هو مش مسنود، ان هو مسنود، لا، هو مش مسنود. لكن حسن حمدي ليه وضعيه معينه. وضعيته ايه؟ ان هو جماهير النادي في سنه 2002 من بعد ما مات الكابتن صالح سليم، جماهير النادي شافت ان هو ده خليفه صالح سليم في اداره النادي. هي دي القصه كلها، ان مات صالح سليم، طب عاوزين حد تاني نثق فيه. يعني دي جماهير النادي الاهلي لسان حالها بيقول كده، عاوزين حد تاني ويكون زي صالح سليم او يمشي بنفس الطريقه بتاعه صالح سليم. طب كان حسن حمدي، يعني هو كان اقرب المقربين ليه وهو تقريبا خليفته، بس فانتخبوه. طب في البدايه حسن حمدي خسر تقريبا بطولتين، يعني بطولتين دوري في اول ما مسك، وعادي الناس ما كانش عندها مشكله، مش مشكله، عادي يعني. فحته ان هو مسنود، لا، مش مسنود، لكن هو وضعه في النادي ان هو خليفه صالح سليم. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو في المجلس بتاعه بينجح في ان هو بيجيب ناس من ذوي الشعبيه في النادي. يعني النائب بتاعه الكابتن الخطيب، طب ما هي دي نقطه تحسب ليه. من ضمن اعضاء المجلس بتاعه مثلا في فتره من الفترات كان الكابتن رانيا علواني، والكابتن رانيا علواني ليها شعبيه كبيره جدا جدا من ايام ما كانت هي السمكه الذهبيه. من ضمن اعضاء المجلس بتاعه باشمهندس خالد مرتجي، وده هو رئيس المنتظر، يعني ده في يوم من الايام هيبقى هو رئيس النادي. فدي نقط تحسب ليه، ان هو بيعرف يكون مجلس
بيعرف يعمل قائمه، وعشان كده الجمعيه العموميه للنادي دايما بتنتخبه. من ضمن الحاجات اللي خلت الكابتن حسن حمدي يتمتع بالنفوذ اللي هو فيه ده، وده كله اللي اداهوله الجمعيه العموميه للنادي مش حد تاني. الجمعيه العموميه هي دايما اللي بتنتخبه وبتحسسه ان هي وراه. من ضمن الحاجات ان هو ناجح في ان هو بيكسب بطولات النادي، ودي نقطه حلوه جدا جدا. يعني معروف كده ان النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري 7 مرات، 4 مرات. مره اول ما اتعملت البطوله، تمام كده، فاز بيها 9 مرات ورا بعض، ومره في السبعينيات بعد حرب 73، ومره في التسعينيات ايام الكابتن صالح سليم برضه، ومره في الالفيه الجديده في العقد الاول من الالفيه الجديده، وده كله كان تحت قياده الكابتن حسن حمدي. فالجماهير ما تنتخبوش ليه؟ ما هو بيجيب لهم بطولات اهو. فده سبب تاني من ضمن الاسباب، ان هو بيعرف، هو المجلس بتاعه بيعرفوا يديروا النادي بالشكل اللي يجيب بطولات ويحافظ على بطولات. فحته ان حسن حمدي مسنود مش بالظبط كده، لا، حسن حمدي قوي بسبب نجاحه، بسبب وضعه في النادي، بسبب نظرة جماهير النادي ليه، بس هي دي القصة. لكن مش مسنود، لأن كلمة مسنود معناها إن هو فوق القانون، وما فيش حد فوق القانون. بالعكس، باشمهندس خالد مرتجي بيقول أي حد مش عاجبه حاجة يجي حاسبنا، مفيش مشكلة. هو بيقول كده صراحة، فما فيش حد مسنود، وخصوصا في النادي الأهلي بالذات. في الحلقة اللي هي الأخرانية دي، دول النقطتين اللي أنا هتكلم فيهم في آخر 5 دقايق. الدكتور علاء بيقول ان الكابتن حسن حمدي هو طبعا بدأ كلامه بان ادارة الاهلي منبطحة، تمام، قدام الانقلاب وكلام من ده. لو انا شايف ان ده صح، يعني هقول ان ده صح، تمام، على اساس ان الاهلي ابقى من اي حد. الاهلي اهم من حسن حمدي، اهم من الخطيب، اهم من المجلس، اهم من ابو تريكة، اهم من اي حد. لكن اللي انا شايفه ان حته ان مجلس الاهلي منبطح مش بالظبط كده. بمعنى ايه؟ طبعا ابو تريكة معروف ان ابو تريكة ليه شعبيه كبيره جدا جدا جدا، دي ما فيهاش كلام. ولكن علشان نكون صراحه كده وندي كل واحد حقه، ابو تريكة هو نفسه كان ناوي ان هو يعتزل، عشان يعني ما ينفعش نصدر المشهد ان ابو تريكة اجبر على الاعتزال، ما ينفعش نقول كده. لا، ابو تريكة شايف ان الوقت المناسب ان هو يعتزل هو ده بالظبط، زي ما عمل الخطيب. الخطيب اعتزل وهو عنده 34 سنه، لان هو كان شايف ان ده الوقت المناسب للاعتزال، بحيث ان هو يعتزل وهو بكرامته قبل ما يجي عليه الوقت ان هو يقعد على الدكه ويرخص، يعني بمعنى صح. فاختار الوقت ده وشاف ان هو الوقت المناسب ان هو خلاص يودع الملعب. فابو تريكة عمل كده. لكن حته ان هو اجبر على الاعتزال ده ما حصلش، او ان هو ضغط عليه ده برضه ما حصلش. كون ان ابو تريكة تعرض لعقوبات، اظن ما فيش حد يمكن ما تعرضش لعقوبات. حسام حسن لما كان في الاهلي تعرض لعقوبات، اي حد ايا كان، كابتن شوبير نفسه كان يتعرض لعقوبات وبسببها كان رفع قضيه. يعني اي حد بيتعرض لعقوبات دي ما فيهاش كلام، فلان بسبب مواقف معينه عادي. بس على العكس، من بعد حادثه استاد بورسعيد، لما كابتن ابو تريكة كان رفض ان هو يلعب الماتش اللي هو كان في اسكندريه، مش فاكر كان مع مين بصراحه، ساعتها اتهاجم جدا، ومع ذلك افتكر ان هو ما تعرضش عقوبه والناس عدتها له، يعني مش مشكله. ف حته ان مجلس الاهلي منبطح والدليل على كده ان هو عمل الدنيه يعني مع ابو تريكة، مش بالظبط كده. كده ابو تريكة كان هيعتزل. ولكن في نقطه احب اوضحها، نقطه ان مجلس الاهلي مش عاوز مشاكل، تمام كده. يعني بمعنى ايه؟ انا طبعا بحب ابو تريكة ومتعاطف جدا معاه، وبحب احمد، اسمه ايه، مش فاكر اسمه والله، الولد هو اللي رفع اشاره ترابعه، مش فاكر اسمه بالظبط وبعتذر عن كده لان انا مش مركز. برضه متعاطف جدا معاه. ولكن مجلس الاهلي مش عاوز مشاكل بمعنى صح. ليه؟ لان مجلس الاهلي اصلا مدرك ان الوقت اللي احنا فيه يعني ممكن يعني وقت كله عواصف وزوابع.
فممكن تحصل مشاكل كتيره تهدد الكيان المستقر ده اللي اسمه النادي الاهلي. طبعا كل الناس بتحسد الاهلي على اللي هو فيه، فممكن اي حركه من كده زي اللي عملها ابو تريكه مثلا في المغرب، ان هو اتصور مع بنت رفع العلامه بتاعت رابعه، وساعتها اتقال ان اداره الاهلي في موقف عصيب مش عارفين يتصرفوا ازاي. نفس الكلام اللي حصل مع احمد. المشكله ان انا حافظ اسمه كويس جدا وفي اللحظه دي نسيت الاسم، مش مشكله ما علينا. فحصلت مشاكل، يعني حصلت مشكله اكيد، ومجلس الاهلي ما كانوش عارفين يعملوا ايه. فبالنسبه لاحمد اللي حصل المجلس الاهلي ان هم اوقفوه وعرضوه للبيع، تمام كده، ما طلبوش ان هم يشطبوه مثلا لا سمح الله، لكن عرضوه للبيع. بعديها بشويه يعني بدات الامور تخف شويه وخلوه يتمرن مع الفريق، لكن الظاهر ان كان فيه مشاكل، لان احنا مش عارفين ورا الكواليس ايه بالظبط. فالظاهر كان فيه ضغوط معينه، ومجلس الاهلي زي ما قلت شاف نفسه في موقف عصيب. فهيعملوا ايه؟ بداوا بقى ايه؟ يعرضوا احمد عبد الظاهر، افتكرته، بداوا يعرضوا احمد عبد الظاهر للبيع، تمام كده، وهم الحمد لله بداوا يخففوا القرار تاني، تمام. وده اللي قال وكيل اعماله ان هم صرفوا فعلا جزء كبير من المستحقات بتاعته اللي كانوا اوقفوها واعاروه، عدلوا القرار بتاعهم من عرض البيع لمجرد اعاره، حاسس ان هم ممكن يجيبوه تاني في اي وقت. وقبل كده كانوا سمحوا له ان هم يتدرب معاهم، مفيش اي مشاكل خالص، تمام. وبس على كده. لكن قارن موقف الاهلي مثلا بموقف انديه تانية كان فيها لعيبه كانوا بيلبسوا تيشيرتات واضحه كده بتأييد الفريق السيسي، تمام. لا، في الاهلي ما حصلش حاجه زي كده خالص. ونفس الكلام قارن موقف الاهلي بناس تانيين رفعوا اشاره تأييد للفريق السيسي بشكل واضح كده، ده برضه ما حصلش في النادي الاهلي، تمام كده. في حاجات كتير مهازي ومخازي حصلت من انديه تانية او من ناس في انديه تانية ما حصلتش في الاهلي، فيكاد يكون موقف الاهلي هو الاكثر توازنا، لا هو مع كده ولا هو مع كده، هم بس مش عاوزين مشاكل لا من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، هي دي القصه. فاللي انا شايفه ان يعني المجلس بتاع الاهلي مش منبطح ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان هم مش عاوزين مشاكل، وكل ما في الموضوع ان هم يعني اتعاملوا مع العواصف اللي قدامهم بمنطق بتاع الطيار اللي هو سايق طياره قدامه عاصفه فبيطير فوقها، بدل ما يواجهها ممكن توقعه وتوقع الطياره معاه، لا بيطير فوقها. ان هم اوقفوا احمد عبد الظاهر وعملوا شويه قرارات كده يعني فيها نوع من الشو والبروباجندا، شويه شويه بداوا يخففوها شويه عن احمد عبد الظاهر. فالاداره بتاعت الاهلي مش منبطحه ولا حاجه زي ما انا قلت، ودايما الاهلي بصراحه مميز باخلاقه، والاخلاق دي ما تزال زي ما هي. هو قال ان الكابتن حسن حمدي مسك النادي وظل 4 سنين من غير بطوله الدوري. انا يهمني هنا مش كابتن حسن حمدي، انا يهمني الاهلي نفسه، على اساس ان ايه؟ عفوا الاهلي دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي بيمر بظروف صعبه شويه. الصغيرين وخصوصا من شباب التراس اهلاوي ممكن يجي لهم شويه احباط، لان هم ما تعودوش يشوفوا الاهلي كده. الاهلي بيتغلب كام ماتش وبيتعادل كام ماتش وممكن يخسر بطوله وحاجات زي كده، لا عادي، تمام. على اساس ان ايه الكلام ده ياما حصل، ما الكلام ده حصل في اول التسعينيات والاهلي ساعتها كان بيخسر، وساعتها من كتر الاحباط اللي هم فيه كانوا ذبحوا عجل على باب النادي من كتر الاحباط عشان يفك النحس لو حد يفتكر. وكان اللي اشرف بايده، يعني مش اشرف ده دخل بايده في ذبح العجل، كان الكابتن ايمن شوقي، لو حد يفتكر الكابتن ايمن شوقي اللي اتنقل بعد كده للزمالك. فعادي اللي بيحصل في الاهلي ده عادي جدا جدا جدا، على اساس ان ايه فريق بقاله فتره هو المحتكر بطولات، فلازم هيحصل احلال وتجديد عشان يبدا يكون فريق، عشان يبدا ياخد بطوله الدوري 7 سنين ورا بعض تاني. هو ده اللي بيحصل دايما، فعادي ممكن يحصل كده.
ممكن البطوله تضيع منه، مفيش مشكله عادي بتحصل، لكن بعد كده بيرجع الاهلي تاني يحتكر بطوله الدوري لسنين طويله ورا بعض. ده اللي بيحصل في كل 10 سنين تقريبا، يحصل احلال وتجديد، تضيع البطوله موسم او موسمين، يكون الاهلي فريق، الفريق ده يحتكر، يشوط في كل اللي قدامه، مش يحتكر بس بطوله الدوري، بيشوط في كل اللي قدامه سواء هنا او سواء في بطوله افريقيا، وبيروح يعمل حاجات كويسه في بطوله العالم. دي 4 سنين اللي قال عليهم الدكتور علاء صادق، لو هو نفسه يفتكر ان في سنه منهم ضاعت بطوله الدوري من الاهلي، اللي يهمنا المستوى اهم من كل حاجه، ضاعت بطوله الدوري تمام في السنه اللي هي سنه 2002. ساعتها الاتحاد كان سمى الدرع بدرع المايسترو صالح سليم، يعني الدرع ده درع صالح سليم الاهلي خسره. طب خسره بناء على ايه؟ بناء تقريبا على نقطه او نقطتين على ما افتكر، واللي كسبوا ساعتها الاسماعيلي. في نفس الموسم ده قبل نهايه الموسم بحوالي 4 ماتشات الاهلي كسب الزمالك 6-1 لو حد يفتكر. يعني في الموسم ده اللي الاهلي خسر الدوري قبل ما ينتهي الموسم ب4 ماتشات تقريبا الاهلي كسب الزمالك 6-1. فيعني مش مشكله او بالنسبه للاهلي ان هو يخسر بطوله تمام، لكن هو الاهلي هو دايما على عكس انديه تانية، الزمالك بيخسر بطوله والناس بتكون شايفاه ان الزمالك ميت تمام. الاسماعيلي ممكن يخسر بطوله وبيكون في الوضع اللي فيه قريب من الهبوط، لكن الاهلي ممكن يخسر بطوله على بونت او 2 أو 3. ده الفرق ما بين الاهلي وبين غيره. فاللي بيحصل للاهلي دلوقتي مفيش مشكله خالص، على اساس ان ايه؟ اول حاجه كده الوضع يعني الوسط الرياضي دلوقتي كده بايظ، مفيش بطوله اصلا بتكمل. والسنتين اللي فاتوا كان الاهلي يعني لو المواسم كان استمرت كان معروف الاهلي هو اللي هيكسب تمام، لكن المواسم ما كانتش بتستمر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان الوسط نفسه مش مظبوط قوي، يعني حتى اللي هيفوز بالبطوله سواء الاهلي او غيره مش هيكون ليها طعم قوي، لان مفيش جماهير، مفيش اهتمام، مفيش حاجه. دي تاني نقطه. غير كده وكده ان معروف ان الاهلي ممكن يلمها بسرعه وبسرعه جدا جدا. بمعنى ايه؟ واتمنى ان شباب التراس اهلاوي الصغيرين هم كمان اول ناس يفهموا كده، يعني هم لسه اول مره يشوفوا الاهلي في الوضع ده. ممكن بسرعه جدا جدا، يعني الاهلي متاخر بسرعه ممكن يكسب. ازاي؟ كان في فتره التسعينيات اللي الاهلي فاز بيها بالدوري 7 مرات ورا بعض، كان في مره من المرات كان الفرق ما بينه وبين الزمالك مع نهايه الدور الاولاني 13 بونت. 13 بونت الفرق بينه وبين الزمالك لصالح الزمالك ساعتها ومع نهايه الدور الاولاني، فما كانش فيه اي فرصه للاهلي ان هو ياخد البطوله. مع نهايه الدور الاولاني بامر من الكابتن صالح سليم تم التجديد للمدرب بتاع الاهلي، وافتكر ساعتها كان الالماني راينر هولمان، افتكر هو. طب ايه اللي حصل؟ يعني جددوا له وهو الفرق ما بينه وبين الزمالك 13 بونت. في الدور الثاني معجزه حصلت. في الدور الثاني خلال حوالي 13 ماتش فقط الاهلي عوض ال 13 بونت وكسب تمام كده، كسب الزمالك، يعني كان معديه بحوالي 11 بونت تانيين وفاز الاهلي بالبطوله. فمعروف الاهلي بالذات ما عندوش مشكله في حاجه زي كده، وهو دايما المرشح ان هو يفوز باي بطوله مهما حصل. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الفريق دلوقتي فيه مشاكل من السهل جدا عليهم ان هم يلموها، من السهل جدا. بمعنى ايه؟ ممكن يقعدوا مع بعض، هيقعدوا مع بعض ليه؟ يعني المجلس بتاع الاهلي غير اي مجلس تاني، ما فيش بينهم وبين بعض مشاكل زي الانديه التانيه، ومشاكل ما بين اعضاء مجالس الادارات في الانديه التانيه بتنعكس طبعا على الفرق، لكن الاهلي مش كده. هيقعدوا مع بعض، ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا لعيبه في المركز الفلاني والفلاني والفلاني. حلو قوي. عاوزين يجيبوا لعيبه من بره، تمام. اللعيب اللي مش عاوز يجي الخطيب هيروح يجيبه، سهله، تمام. اللعيبه اللي مش عارفين يخلصوا في الصفقه بتاعته الكابتن عادل القيعي هيروح يخلص معاه، تمام. اللعيب اللي موجود او اللي مش عارفين يجيبوه، مش عارفين يسدوا النقص بتاعه، هيجيبوه من الناشئين، مفيش مشكله. هيشوفوا الكابتن وليد صلاح، تمام كده. ان كان عنده حاجه في مدرسه الكوره اللي هو ماسكها في اسكندريه او غيره، سهله العمليه يعني. واتمنى ان التراس اهلاوي بالذات الشباب الصغيرين اللي ما شافوش الاهلي في الحاله دي يقتنعوا بكده، ان الاهلي بيمرض
لكن لسه يعني هو طبعا الاعمار بيد الله، ما فيش حد مش هيموت، لكن ساعه موته يمتحن بعد انه بيمرض زي ما احنا شايفين دلوقتي، لكن مش سهل ان هي تتلم. في حته ان 4 سنين كان عدوا على الاهلي من غير ما يفوز، فدي حاجه بسيطه جدا جدا. خلال ال4 سنين دول ما هو فاز ببطوله افريقيا وراح بطوله العالم وعمل حاجات حلوه جدا جدا يعني، فمش مشكله خالص بالنسبه للاهلي. هو طبعا اتكلم عن سقوط الاهلي اللي احنا فيه دلوقتي، او اللي هو شايف اللي احنا فيه، واللي احنا بصراحه برضه مش عاجبنا مستوى الاهلي عشان نكون صراحه، لكن انا وضحت ما يتعلق بحاجه زي كده. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، احنا النهارده الاهلي عنده ماتش السوبر، تمام؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الاهلي يقدم هديه مش لجماهير الاهلي بس، لجماهير الكره المصريه او المصريين عموما، لان الشعب المصري دلوقتي ما عندوش اي حاجه خالص تفرحه الا النادي الاهلي. مش هقول حاجه تانية، نقطه ومن اول السطر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.